السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن صحة وبأحسن حال. صلوا معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا قلت يا جماعة اعمل لكم فيديو خفيف، فيديو كده على قد الحال. بصوا يا جماعة، الدولاب، طبعا مشكلة الدولاب دي معانا كلنا. استني مكة، ترتبيه من هنا تلاقيه، بصي عبال يعني ما تبص كده ولا كده تلاقيه بسم الله ما شاء الله، يعني ما بقيش دولاب، بيجي لا مؤاخذة يعني في التعبير مقلب، مش عايزة يعني اقول مقلب زبالة والله العظيم. وخصوصا الطرح دي اللي مغلباني، فهو مش اختراع يا جماعة صراحة، انا شفتها على النت فقلت والله لا اجربها. فكان عندي كرتونة، فقلت كرتونة كانت مكة بتحط فيها اللعب وكده، فقلت والله لا اجرب. فقصيت على قد الكرتونة، قصيت على قد مقاس الجرد، بس والله العظيم يا جماعة اتطفلحت. اقص اللي على قد الجرد الاقيها عالي، اقص على ده اللي بتعمل والله العظيم فيديوهات اعادة التدوير للكراتين والحاجات دي، الله يكون بعونها والله. صح، احنا بنحاول نعمل، يعني هي فيها افكار مفيدة صراحة. فلو مشغول صلي معايا على الرسول عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، عقبال ما قصيت الاربع، بصوا يا جماعة بقول لكم ايه، انا عملتهم باستعجال يعني. بصوا، ما يعني ما اقول لكم، ما اوصف لكوش اللي كنت فيه. اقص الاقيها عالية عن الجرد، طويلة عن الجرد، مش يعني الحمد لله للكرتونة ما فضش منها حتى قصقوصة صغنطوطة قد كده، فالحمد لله يا جماعة. فبصوا منظر الجرد، الجرد بتاع الدولاب ده بتبقى يعني برضو الحاجة تحطها من هنا تبص تلاقيها عيل يشدله فانيلا تلاقيها كله اتكركب على بعضيه، واحدة تطلع لها أنيسة تطلع لها طرحة تلاقيه كله اتلخبط على بعضيه. بصوا يا جماعة قبل وبعد، يعني منظر كده الحاجة محددة، يعني بتاخد الحاجة بنظام، ما بتتفشكلش ولا تروح على دي ولا دي تروح على دي. ما تنسونيش يا جماعة في الاشتراك واللايك، فيها أفكار مفيدة يا جماعة والله العظيم. حاولوا تستفيدوا منها، الأفكار المفيدة، لكن غير المفيدة لا، ما تجلدوش الحاجة الغير مفيدة يا جماعة، الحاجة اللي هتفيدك بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.